هي مشيت ولا لسه موجودة؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ I see you. انا عايزه اعمل كده، مش عاجبني انا الشكل بتاع التأسيس ده. انا في الفيديو اللي فات كنت بتعامل بحسن نية، علشان كده انا جايه النهارده وانا مستعده لاي حاجه هي ممكن تعملها، او مش مستعده هحاول على قد ما اقدر. انا لابسه لون مش هيخليه ملفت بالنسبه لها، يا رب ما تشوفنيش. يعني انا كده لبست اسود على الفاضي لاني انا حقيقي قلقانه منها. يلا نبتدي على طول، لاني انا هقعد اتكلم كتير وفي الاخر لما بدخل اللعبه بيبقى الوضع وحش جدا، فانا بتكسف من الكلام اللي بقوله في الاول. يا رب تطلع اللعبه كويسه. ما تنسوش، انما بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والجرس والكلام ده مش عندي خالص. يا رب يا رب يا شيخه ما تشوفيني ولا عمرك تعطلي فيا. انا الفيديو دي انا شفتها قبل كده واعوذ بالله منها والله العظيم. ما كنتش لابسه اسود في اسود على الفاضي، الله يستر. الطرحه، الموسيقى الحزينه باللعبه الحزينه بالبني ادمه الحزينه، اعوذ بالله منها. عقبال ما اكونش انا كمان حزينه. حلو الشورت ده، جميل جميل جميل، بحب اشوفك في الليموني. هو لا، هي لوحدها كفيله بان هي ترعب الدنيا كلها، مش ناقص الدبدوب كمان اللي طلع ده. براكتس دوت يعني تدريب، ومعنى تدريب معنى ان هي ممكن ما تكونش موجوده اصلا، وده انا ما بحبهوش. بس حاسه انه نورمال ده في النص، ولا منه اكستريم خالص ولا منه براكتس، يعني حرام والله. انا حاسه ان انا بقيت فريش من بعد ما شلت البتاع اللي هنا دي. انا خايفه من قبل ما تبتدي والله العظيم، اعوذ بالله. طب وانا دي اخدتها ليه؟ هو ماشي بالراحه كده ليه؟ هو انا بجد دي لا 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 لا، مش عايزه ده. يا لهوي دي طلعت من ايدي. ده انا لسه صاحيه، ده العمص في عيني. يا لهوي دي عيشه، ايه العيشه الزفت دي؟ البازل يا لهوي والله العظيم جسمي اتنفض. طب اطلع يعني بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تمام ما تخافيش. دي عشان هي العروسة محمد العفو. شمتانه فيا يا معفنه. انا لسه خارجه، هشوف ايه هنا ولا هتنيل بيه سري على طول. اول يوم وانا لسه في الاوضه، تاني يوم وانا لسه حتى بفتح الباب، التالت ده هتدخل وانا دلوقتي. ايه القرف ده؟ طب انا لو نزلت تحت السرير هي تمام كده ولا برضه هتجيبني؟ طب انا برضه مش عايزه افضل تحت السرير. اطلع. بسم الله. انا عايزه اقفل الباب تاني بسرعه بسرعه. شد حيلك. انا حاسه ان هي ورايا، انا حاسه انها ورايا. طب انا على فكره، هو ثواني بس عشان انا في وسط الكلام اليوم الرابع هيبتدي وهتدخل وهتموتني وانا بتكلم بس. يا نهاري عليك، صعبان عليا بجد بشكل مش طبيعي، وبترجع تنيمني. طب وليه؟ ولا انا اللي بيغمى عليا؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ طيب عقبال ما الاعلان يخلص بس انا عايزه اوضح حاجه. الفيديو اللي فات في حد كتب لي تعليق بيقول لي ان انا اخش عند قناه حد واعرف هي بتتلعب ازاي عشان خاطر اتعلم. طب انا هتعلم امتى؟ في نرفزه وفي عصبيه. يعني انا كده لبست اسود على الفاضي، وانا ليه اغم المشاهد؟ انما دي عندها البيت منور اكتر من البيت عندنا احنا. هي الدبانه دي مشرفه معايا في كل الفيديوهات. انا هتجاوزها، يعني انا هبص عليها كده واقوم ماشي. وايه اللي جبرك على العيشه السودا بالعفش الاسود اللي انت عايش فيه ده؟ انا بقول ان انا اتجاوز، يعني انزل بسرعه، اتحرك بسرعه، ادخل المطبخ بسرعه، اخد مش عارفه ايه. ده هيعمل ايه؟ ساعدوني يا جماعه انا مش عارفه. طب هو استفسار بسيط، هي اللعبه على ده جيم اوفر. طب انا كنت عشمانه النهارده ان يكون الفكره كانت حلوه، وانا كنت لابسه مثلا غامق، فالدنيا غموض عندي، الدنيا بلح عندي. اعمل ايه؟ موسيقى مؤثره قوي بصراحه، خليني عامله كده كتير. طب اجرب اللي هو ايزي، يمكن تنصرف عني شويه. طب انا عايزه اجرب اكستريم، يعني ايه من باب المغامره. اكسترا لوكس داركر، طب ما حلو ده. دي
يلا ما اصلها خربانه يعني، بس كده شكلها هيبقى مرعب اكتر. يا نهار اسوح على البيت ومنظر البيت. ما هو طول ما انا مستخبيه هي مش هتيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي قربت صح؟ انا بنزولي تحت ده انا كده في خطر شديد. انا ما بصوتش كده، بس على فكره اكستريم ده انا لقيت فيه مسافه فاضيه كبيره، مش صعب جدا. لا يا نهار اسود، ده مش مستحيل. انا دخلت الاوضه اللي هي فيها في صوت خطوات، في صوت حاجه تعرفني ان هي في النيله الاوضه اللي انا داخلاها. طيب يا لهوي، انا مش هلبس اسود تاني والله العظيم، ما حد مكشوف قدي في اللعبه دي. ما نخلص بقى ويبقى في حاجه جديده، اي حاجه خدها من البيت ده. مش قادر يقوم من النوم الهباب اللي هو نايمها. انا مش عارفه هو بيغمى عليه على فكره، مش بينام. حزين. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص خلاص. انت بتعمل كده على ايه يا حبيبي؟ هما كانوا 10 ايام من اسوأ 10 ايام الواحد ممكن يشوفهم في حياته بصراحة. هو الحمد لله لا 10 ايام هو اللي عاشها الحمد لله. الامتحان ان انا ما عملتش حاجة، جربت النورمال ما عملتش حاجة، جربت الاكستريم ما لحقتش. حسبي الله ونعم الوكيل. الحاجة الوحيدة في الفيديو ده كله يا بختها بصراحة بالعربية اللي هي بتسوقها.